يجب أن تحتسب للجزائر، ورأينا أمور كثيرة يا فتحي كما ذكر وحيد. انتهيت؟ لا تفضل. لما نوصل في قارة إفريقيا الإعلام الأجنبي، هذه كرة، لاعب المدافع المنتخب النيجيري هو شوف هو من ذهب للاعب أيت نوري في الأخير قام بإنذار أيت نوري. نعم. غريب جدا، وكان قريب من اللقطة، أخرج اللاعبين من كان يجب أن ينذر حارس المرمى لأنه تهجم على أيت نوري. تهجم، هو من تهجم عليه، هو كان قريب من اللقطة. كان يريد إذا كان عذر الحكم تهجم أيت نوري يعطي إنذار لحارس المدافع النيجيري. صحيح، إذا كان هذا مبدأ، هذا إذا كان يريد العدالة في المباراة يجب أن يقوم بذلك. الحكم كان يعرف جيدا العقلية الجزائرية، إذا قام بإخراج بطاقات صفراء وكان ضد اللاعبين الجزائريين سوف يخرجون من المباراة. هذا ما حدث بالذات يا أخي. لما يوصل الإعلام الأجنبي يتحدث عن سمعة هذه البطولة، حتى في مباراة المغرب أخطأ في حق المغرب. لا، سمعة هذه البطولة لا أكيد سمعة. لا بشكل عام قد نتكلم عن الحكم واتفقنا معك مع الحكم، لكن سمعة البطولة أكيد. بشكل عام سوف أذهب معك بعيدا في هذه النقطة. أنا وفتحي كنا دافعنا على إقامة البطولة كل سنتين. أنا الآن بهذه الفضائح تكلمت عن 4 سنوات 10 سنوات كثيرة. أترك المجال لبدر. البطولة في المغرب لا قطعا لا يمكن أن نعلق أخطاء التحكيم أيا كانت طبيعته، أيا كان على البطولة بشكل عام. البطولة محقق نجاح على أعلى مستوى فنيا جماهيريا. الكل يتحدث. ماذا يقصد في وحيد؟ هو قصد على أن المنتخب الجزائري اليوم ربما يكون تضرر. هذا ما قلت له. نعم، والمنتبه أن نتضرر. لكن أن تكون هذه القرارات مبرمجة وهذا التحكيم مبرمج أساسا لإخراج المنتخب الجزائري من البطولة، أعتقد على أنه شيء مغالى فيه نسبيا. لماذا؟ لسبب واحد، هو أننا نحيد للمنتخب النيجيري جدارته في تحقيق هذا الفوز. المنتخب النيجيري كان متفوق على كافة المستويات. ماذا تقول عن ركلة الجزاء والبطاقات الصفراء التي وزعت للمنتخب الجزائري مجانيا وكذلك؟ لا، شفنا اللقطة. الحكم جنبه يا وحيد لدرجة أنه يحتسب أو يعطي اللاعب الجزائري أصفر والثاني. يا وحيد، أنا وافقتك على أن الحكم غالى في إخراج الأوراق الصفراء للاعبي المنتخب الجزائري. ضربة الجزاء ماذا يفسر ذلك؟ ضربة الجزاء أنا بستغرب لماذا لم تنادي غرفة الفار على حكم المباراة لتظهر له اللقطة وتدعوه لمشاهدتها على الأقل. هذا يدل أن الحكم كان منحازا وكان يرتكب جرائم في المنتخب الجزائري. شوف، أنا لا أستطيع أن أصفها بجريمة. أنت لكن أنا بالنسبة لي حتى نكون أمناء، المنتخب الجزائري